لو بتطلع لبس عندك كنت مخزنه في الدولاب ولقيت فيه بقع صفرة او صفار بالشكل اللي انت شايفه ده بنسبة كبيرة جدا بيكون صفار من الركنة بسبب سوء التخزين او ان الملابس ما اتشالتش او اتخزنت وهي نظيفة. عشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تنظف البقعة ديت بطريقة سهلة جدا. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. زي ما انتوا شايفين كمية الصفار اللي موجودة في هيئة التيشيرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده بسبب ان التيشيرت اتركن لفترة طويلة من غير ما يتغسل، فمكان الاتساخ والعرق اتأكسد وتحول بصفار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان كده مهم جدا قبل ما نخزن اي ملابس سواء كانت بيضة او ملونة ان احنا نغسلها كويس ونحاول نعالج البقع اللي فيها، لان البقعة برضو كمان بتتأكسد مع الاكسجين اللي موجود في الجو وبتتحول برضو لدوائر صفرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم ازاي تعالجوا البقعة ديت وترجعوا الملابس كأنها لسه جديدة. بس الطريقة ديت هتكون للملابس البيضة بس، طبعا الملابس الملونة لها خلطة تانية وده هنتكلم عليها في فيديو تاني. اول حاجه هنحتاجها معانا اي علبه صغيره تكون فاضيه، وهنفضي فيها شويه ميه سخنين درجه الحراره بتاعتها من 50 ل 60 درجه مئويه. بعد كده هنفضي عليهم نص كوبايه كلور ابيض، ويفضل انه يكون من شركه معروفه، وبلاش نستخدم اي كلور خام نهائي لانه بنسبه كبيره جدا بيدوب وبيهري القماش. بعد كده هنحط عليهم معلقه او معلقتين كبار من اي مسحوق بودر احنا بنستخدمه، بس يكون بتاع غسالات عاديه، بلاش نستخدم نهائي اي مسحوق بتاع غسالات اوتوماتيك. بعد كده هنفضي عليهم شويه بيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم اللي متاح عندنا او موجود عندنا في البيت، ونقلب بقى كل المكونات ديت في بعض كويس لحد ما كل حاجه تدوب في بعضيها. طبعا لو البقعه مكانها صغير مش لازم ان انتوا تنقعوا قطعه الملابس كلها، لا انتوا ممكن تعالجوا مكان البقعه بس، وده عن طريق ان انتوا بتجيبوا الخلطه ديت او بتعملوا كميه صغيره على قدها وبتاخدوا من المعلقه كده منها وبتحطوا على مكان الصفار بس. لو مكان الصفار ده او البقعه خفيفه هتلاقيها طلعت معاكم من اول مره، انما لو البقعه تقيله او مركزه ممكن بتحتاجوا ان انتوا تكرروا الموضوع اكتر من مره، وساعات ممكن تحتاجوا ان انتوا تفركوا الملابس في بعضيها او باي فرشه ناعمه وتدعكوا اي اثار فاضل للبقعه هتلاقي طلعت معاكم بالكامل. طيب لو البقعه بقى حجمها كبير، الافضل ان انتوا بتنقعوا قطعه الملابس بالكامل او بتنقعوا المنطقه بس اللي بيكون فيها صفار وبتحطوها في الخلطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو الصفار برضو حجمه خفيف هيطلع معاكم برضو بسهوله جدا، انما برضو لو الصفار بيكون مركز بنحتاج ان احنا ننقع القطعه ديت على الاقل خالص من 5 دقايق لربع ساعه. زي ما انتوا شايفين اهوت الصفار طلع بنسبه كبيره جدا، وانا هنا نضفت نص الجزء اللي فيه صفار عشان تشوفوا الفرق ما بين الجزء اللي احنا نضفناه والجزء اللي لسه هننضفه. بعد كده بقى احط القطعه بالكامل في الخلطه ديت وهسيبها لمده 5 دقايق بس. كمان حاجه مهمه عايز اقول لكم عليها، ان الكلور ما بيأثرش على البادجات اللي بتكون ملزوقه على التيشيرتات، لان دي بتكون عباره عن رابر او مطاط، الكلور ملوش اي تأثير خالص عليها. وفي نفس الوقت عاوز انبه ان الخلطه ديت للملابس البيضه بس، ما ينفعش ان احنا نستخدمها للملابس الملونه. الملابس الملونه بيكون لها خلطه تانية ودي هتكلم عليها في فيديو تاني. طبعا الصفار هو طلع بنسبه كبيره. بعد كده بقى لو فاضل اي اثر ممكن نفرك الملابس ببعضيها او باي فرشه ناعمه وبنشيل اي صفار فاضل. بعد كده بقى ممكن نشطف قطعه الملابس على طول، ويفضل ان يكون الميه فيها شويه خل، او ممكن بعد كده نحطها في دوره غسيل الغساله تتغسل عادي. وزي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله مفيش اي اثر لاي صفار فاضل. ما تنسانيش بقى بدعوه حلوه وتعمل لايك وشير عشان غيرك استفاد وناخد ثواب سوا.